بالنسبه لي المنتخب السعودي لا يستحق النهارده الفوز. المباراه على الاقل تنتهي بالتعادل. لا يستحق الفوز؟ طبعا. دي من اقل في المباريات. الوقت الاصلي الاصلي ولا اجمالا عشان توصل؟ ومن اقل المباريات المنتخب السعودي حلولا. المنتخب الفلسطيني تفوق في كل شيء. معدل بدني، فرقه لعبه 5 مباريات في وقت قليل جدا، ما لعبتش، ما فيش فرقه في البطوله لعبت بنفس الشكل. لولا سالم الدوسري اللي اتكلمت عليه قبل المباراه السعوديه ما تكسبش. سالم عمل كل شيء، كولر اللي كانت بتروح له هو اللي عامل الفرق في المنتخب الفلسطيني والمنتخب السعودي وسالم الدوسري، لانه افضل لاعب في اسيا، لانه افضل لاعب في القاره، لانه اكتر لاعب عامل صناعه بس هذا هو الفرق كابتن خالد اللي يحضر في كل مواجهه للمنتخب السعودي في البطوله هذه. عشان كده بقول لك ان ده يعني المنتخب السعودي في مباراه المغرب حتى اذا كان بيلعب ب6 7 بدلاء عمل مباراه كبيره جدا 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 في الشوط الثاني. النهارده مع المنتخب الفلسطيني تكتيكيا فلسطين تفوقت في كور خطره، ولكن لما نيجي نتكلم على الكره الاخيره، الهدف في 3 4 لعيبه على الاقل الكره تطلع بره. الفير بلاي بيقول كده، صوافته واقع، الكره تطلع بره عادي جدا، دي كوره. يعني المفروض الفير بلاي بيقول الكلام ده. طبعا انا كابتن اختلف معك في عادي اختلف براحتك. في الفير بلاي، لان هي مش اصابه، مش احتكاك، هو لاعب اجهاد. وحتى لو اجهاد انا شايف ان في لعيب واقع في الارض كابتن هجمه كره بره. انا هجمه لي اطلع كره لان لاعب مجهد. كابتن اطلعها، ايه المشكله يعني؟ انا بالنسبه لي اختلف. بس بالنسبه لك عادي يختلف، بس انا وجهه نظري تطلع بره، ايه المشكله يعني؟ تطلع بس في النهايه طبعا ده قرار لاعب في ارضيه الملعب. انا شايف ان فيها المفروض على الاقل يعني كان في كره قبلها. بس ترى كابتن خالد بعد في شيء، ان اللاعبين اللي سقطوا من الاجهاد كان يسقط ويقوم يكمل، يسقط ويقوم يكمل وصولا للقطه اللي جت قبل الهدف. في كره قبلها برضو كان في لعيب عند الخط وقع من المنتخب السعودي، الاردن فلسطين طلعوها.